لا والله العظيم السؤال ده مر عليا قبل كده في الأسئلة، مر عليا والله بس فاكراه. تمام ماشي. في سورة العصر. لا مش في سورة العصر. ايه الحاجة اللي بكى عليها كل البشر الا سيدنا ادم وستنا حواء؟ ما هو أكيد البصل. لا مش البصر. الإجابة دي أنا عايز أقول لك بس إجابة السؤال ده كل الناس عارفاه وبيكتبوه دلوقتي في الكومنتات. غششوني يا جماعة في الكومنتات. الميت. لا مش الميت. بقول لك إلا سيدنا آدم وستنا حواء. إيه اللي الكل بيبكي عليها ولسه الناس بتبكي عليها، هو بيبكوا لما الميت. لا دي إجابة لها إجابة بقى. يعني وإجابة أنا منطقية. قربت. وإجابة منطقية. قربت؟ يعني طب اديني سهل الموضوع أحب ده. أبشرك اللي ما قربتيش أصلا. طب سهل الموضوع أكتر. ما أنا أقول لك على حاجة دلوقتي. شوفي بقى أنت أيام سيدنا آدم كان إيه اللي بيحصل؟ ما بيخليش مثلا سيدنا إيه اللي حصل اللي خلى سيدنا آدم ما يبكيش؟ والبشر كلهم من أيام سيدنا آدم لحد دلوقتي بيبكوا عليها. بالله عليك ده سؤال أصلا سهل. انا بقول لك الناس عارفاه، بقول لك الناس عارفاه في الكومنتات وهتكتبوا دلوقتي. هو أنا اللي بعمله في الناس بيتعمل فيه. لا نسيب الاجابه للناس. نسيب الاجابه للناس. نسيب الاجابه للناس. هل اسالك سؤال كمان؟ صوت الحيوان المذكور في القران. الهدهد. صوت الحمير. لا ما هو قال لك ان انكر الاصوات بس ما قالش الصوت. ما قالش الصوت. البقرة. لا هي. طب قول لي صوت كده وانا اقول الحيوان. هقول صوت ازاي؟ هقول صوت انا فاكراها والله العظيم السؤال يعني ده مش عايز اقول لك ان الناس كلها عارفه اجابه السؤال ده، بس اغلبيه الناس عارفه اجابه السؤال ده، والاغلبيه دول اللي هو حافظه القران. لا والله العظيم السؤال ده مر عليا قبل كده في الأسئلة، مر عليا والله بس فاكراه. تمام ماشي. في سورة العصر. لا مش في سورة العصر. والله فاكراه. لو مش عارف الإجابة نغير ونجيب سؤال أسهل شوية. هو ولا الهدهد ولا البقرة ولا الحمار. إجابتها بسيطة أوي بس القطة. عايزة تفكير. سؤال عايز تفكير بس. طيب الطائر كده هو بيطير. طب طائر ولا طائر؟ سيب الإجابة للناس في الكومنتات. لا ثواني بس. طائر ولا براحتك. خدي راحتك خدي راحتك. طائر ولا حيوان ولا سواحف مثلا؟ معرفش أنا بقول لك حيوان ده أنت بقى تعاملي. لما أنت تعرفني طائر ولا حيوان سواحف. حيوان عادي. يعني مش بيطير؟ لا مش بيطيرش. المعزة. لا أنا قلت كل الحيوانات إيه بقى؟ إن شاء الله طلع حضرتك الحيوانات كلهم. الأسد. لا نسيب الإجابة للناس في الكومنتات وإن شاء الله هيقولوا لنا على الإجابة. إيه هو الحيوان الوحيد الذي لم يصعد إلى سفينة نوح عليه السلام؟ الكلب. لا. ثواني بس. الكلب. لو حلفت لك بالله اللي إجابتها سهلة أوي 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 والله ما هتصدقي. هو كلب. كلب إزاي؟ في حيوان من الحيوانات لم يصعد إلى سفينة سيدنا نوح عليه السلام. إيه هو الحيوان؟ تعبان. هو انقرض صح؟ لا ما هو الكلب لسه موجود لحد دلوقتي. عشان السمكة في البحر. بس هي دي الإجابة. سمكة وفي البحر. هتعوم مش هتطلع يعني السفينة. والله هي دي إجابة السؤال. من هو النبي الملقب بشيخ المرسلين؟ نبي من الأنبياء لقب بشيخ المرسلين. أنا عارفاه. الأسئلة دي كلها مرت عليا بس أنا ذاكرة سمك. ماشي. أيوب عليه السلام. لا مش سيدنا أيوب. نوح. سيدنا نوح. هو سيدنا نوح عليه السلام من الله. كده يا جماعة يكون انتهت حلقتنا النهاردة. نلقاكم في حلقة تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.